وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر. حوادث اليوم: محطة قضائية أخيرة لكروان مشاكل بعد حبسه 6 أشهر بقضية بث فيديوهات خادشة. نظر الاستئناف المتهمات بالاعتداء على الطالبة كارما اليوم. اعترافات متهم بابتزاز صاحب شركة في كرداسة هددت المجني عليه بنشر صور شقيقته. مصرع طفل غرقا بحمام سباحة في البردرشين. من النصب إلى غسيل الأموال، كيف أخفى 3 نصابين 130 مليون جنيه. مصرع شاب صدمته سيارة بطريق قرية أسكر في الصف. مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالمعادي. تجيء محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين ل29 سبتمبر. سقوط مافيا استغلال الأطفال بالقاهرة و7 متهمين خلف القبضان. تأجيل محاكمة 9 متهمين. رفض استئناف مدير أعمال فندام وتأييد تغريمه 20,000 جنيه بتهمة التشهير. تغريم صاحب شركة إنتاج 20,000 جنيه لسب حسين الجسمي وإزعاجه عبر السوشيال ميديا. إصابة أشخاص بعقر كلب دار في المنوفية. مصرع طفلين غرقا بترعة في المنوفية. حالة المتهم بمحاولة تهريب بذور المرجونيا بالمطار للجنايات. الوجودة توجه الشكر لوزارة العدل بعد تجربتها في مكتب زواج الأجانب. إليكم التفاصيل. محطة قضائية أخيرة لكروان مشاكل بعد حبس 6 أشهر قضية بث فيديوهات خادشة. صدر ضد التكتكر كروان مشاكل حكما من جناح مستأنف الاقتصاد في الإسكندرية بالحبس 6 أشهر، تغريمه مبلغ 200,000 جنيه ومصادرة المضبوطات في اتهامه بنشر مقاطع فيديو خادشة الحياة. وتوجد فرصة أخيرة أمام المتهمين للطعن الحكم أمام المحكمة النقد خلال المدة القانونية والمقدرة ب60 يوم، وإلا يعتبر الحكم الصادر ضده نهائي بات لا يقبل الطعن. وكانت محكمة جنح الاقتصادية عاقبت كروان مشاكل بالحبس 1 سنة والغرامة بتهمة بث فيديوهات خادشة ليقوم المتهم بالاستئناف على الحكم ثم قبوله وتخفيف الحكم الحبس 6 أشهر والغرامة. نظر استئناف المتهمات بالاعتداء على الطالبة كارما. تنظر اليوم تنال محكمة الطفل بالقاهرة استئناف 3 طالبات متهمين بالاعتداء على زميلتهن كارما خلال المشاجرة التي نشبت داخل مدرسة خاصة بالتجمع. تم تأجيل الجلسة الماضية لليوم لورود تقرير الطب الشرعي. وكانت قررت نيابة الطفل في وقت سابق إحالة قضية التعدي على الطالبة كارما من قبل زملائها داخل مدرسة خاصة في التجمع لمحكمة الجنايات. وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة تقرير الطب الشرعي الأول والذي أكد تعرض الطالبة كارما لإصابات وكسور نتيجة الاعتداء عليها، كما أوصى التقرير بإعادة فحصها طبيا بعد 3 أشهر لمتابعة تطورات حالتها الصحية. اعترافات متهم بابتزاز صاحب شركة في كرداسة هددت المجني عليه بنشر صور شقيقته. أدلى المتهم بابتزاز صاحب شركة وتهديده بنشر صور شقيقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالجيزة بعد القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية مؤكدة ارتكاب الواقعة بقصد الحصول على مبلغ مالي. وخلال التحقيقات اعترف المتهم بأنه تحصل على صور خاصة بشقيقته المجني عليه تم التواصل معه وهدده بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذ لم يدفع له مبلغ ماليا بهدف ابتزازه وتحقيق مكاسب مادية. وأضاف المتهم في أقواله أنه استمر في مساومة المجني عليه وقرر تهديده بنشر الصور لإجباره على الاستجابة لمطالبه
إلى أن الأخير لجأ إلى الأجهزة الأمنية، حرر بلاغا بالواقعة ما أدى إلى كشف مخططه وضبطه. مصرع طفل غرقا بحمام سباحة في البدرشين. تلقى طفلا مصرعه غرقا داخل حمام سباحة في البدرشين بحافظة الجيزة. تم نقل الجثة إلى سلاية المستشفى والاستماع لأقوال الشهود عين، لكن الملابسات الحادثة وقت النيابة المختصة للتحقيق. تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد بغرق طفل داخل حمام سباحة بدائرة المركز. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتم استجواب مسؤولي حمام السباحة لكشف ملابسات الحادثة وفحص كاميرات المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. من النصب إلى غسيل الأموال، كيف أخفى 3 نصابين 130 مليون جنيه. 130 مليون جنيه. تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 3 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف أموال متخصصة في الهجرة غير الشرعية والاحتيال على رغيب السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم وحولوا غسل حصيلة نشاطهم الجمعية بلغت نحو 130 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة. وتبين أن المتهمين زوروا نشاط توظيف الأموال وقاموا بمزاولة نشاط واسعة النطاق في مجال الجريمة المنظمة بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب مختلف المحافظات من رغيب السفر للعمل بالدول الأوروبية بمقابل مادي، تسفيرهم بالطريقة غير الشرعية إلى دول أجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة، وحاولوا غسل حصيلة نشاطهم الإجرامي والتي بلغت نحو 130 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها. وكشفت عدة بلاغات عن قيام 3 أشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من كل منهم عقب قيامهم بقدرتهم على مصرع شاب صدمته سيارة بطريقة قرية أسكر في السفر. لقى شاب مصرعه أثر صدمة بسيارته مسرعة بطريقة قرية أسكر التابعة لمركز الصف محافظة الجيزة أثناء محاولته مساعدة قائد سيارة تعطلت على جانب الطريق وتحرير المحضر بالواقعة. وباشرت النيابة المختصة التحقيق. وتلقى مركز شرطة الصف بلاغا بوقوع حادث تصادم فات أحد الأشخاص بطريقة قرية سكر وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء توقف أحد قائدي السيارات لإصلاح عطل فني حاول شاب مساعدته وفوجئ بسيارة تصدمه مما أسفر عن مصرعه. والاستماع لأقوال شهود العيان قال على الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل جثة الشاب إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة بالتحقيق. مسرح شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالمعادي. لقى شخصين مصرعهم أصيب 2 آخرين أثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور حسب الله الكفراوي في المعادي، وتم نقل المصابين للمستشفى ويتم رفع حطام الحادث من أعلى الطريق. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بمحور حسب الله الكفراوي في المعادي بوجود مصابين، وعلى الفور انتقلت تجديدات الأمن تبين تصادم سيارتين أسفر الحادث عن مسرح شخصين وإصابة 2. تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج. ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة. ويقوم رجال المباحث بمناقشة
شهود العين وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.